كوريات التسمين والطاقة لرمضان 2025 للكبار والصغار. اليوم راح نشارككم وصفة جد سهلة لزيادة الوزن بسرعة للكبار والصغار. أيضا هذه الوصفة عبارة عن كوريات التسمين، تعالج النحافة الشديدة، تعالج الأنيميا، تخلصك من التعب والإرهاق في رمضان. ما تأثر على القولون، بالعكس مريحة لأنه فيها يعني أعشاب ومكونات تنفع الجسم وتريح القولون. ننصح بها كثيرا حتى المرضعات لأنه تزيدهم من إضرار الحليب. أيضا هاد الوصفة تجي بزاف بنينة، يعني كتقدروا ديروها نتوما وحتى يعني أولادكم يقدروا ياكلوها معاكم. بالعكس هي جد مفيدة للجسم ولصحتكم، يعني رائعة. سلام البنات، مرحبا بكم في قناة حواء ديس تي في 2. إن شاء الله تكونوا كغاية وإن شاء الله صحتكم تكون بخير. ما تنسوش تشجعوا الفيديو بجيم وتعليق إذا يعجبكم هذا النوع تاع الفيديوهات باش نكملوا مع سلسلة التسمين في رمضان. المهم حبيباتي، هذه الوصفة أيضا تنفخ الخدود وتعمر الجسم وتعمر كل المناطق وتسمن، يعني تسمنك صحة، تسمنك وين لازم تسمني، ماشي تنفخ، ولا بالعكس وصفة صحية وتسمنك وين لازم تسمني. نصحكم كاع تجربوها. المهم راح تجيبي لي كمية تاع تمر، هكا تهرسيه بالشوكة، وإذا كان عندك شوية قاصح تقدري تطحنيه في الآلة الطحن ولا في يعني في الآشوار. أنا كان عندي تمر معسل. المهم حبيباتي، كيما راكم تشوفوا معايا انا غادي نصور لكم كميه صغيره. نتوما اكيد من الافضل تصنعوا كميه كبيره باش تقدروا ديروها وتدموها بلا ما تعجزوا. انا نصنع لكم غير كميه قليله غير باش نصور لكم. المهم راح تجيبي لي هذاك التمر المهروس، تزيدي عليه ملعقتين كبار تاع مكسرات مطحونه ولا كوكاو محمص مطحون، يعني ماشي شرط مكسرات. تقدري ديري غير الكوكاو تحمصيه وتطحني، ديري 2 معالق كبار. واذا درتي كميه كبيره ديري كاس. وراح تزيدي ايضا ملعقتين من السمسم او ما يسمى الجنجلان يكون محمص. يعني انا عاودت حمصته في بدايه الفيديو كما شفتوا. وديروه بدون طحن باش تحسوا به، واذا بغيتوا تطحنوه طحنوه. من بعد راح تزيدي الحلبه. الحلبة تاني كنت ديجا طحنتها في آلة طحن. البهارات نحتاجوها تكون مطحونة كيما البودرة. راح ديري قيس ملعقة كبيرة، وإذا درتي كمية كبيرة ديري ملعقتين كبار. وكيما على بالكم الحلبة تفتح الشهية وتسمن وتنفخ الخدود، بزاف مليحة. على بها دايما أنا نديرها في وصفاتي، ويعني نحسها أنه جد مفيدة في وصفات التسمين، وما تحسوش بزاف بالذوق تاعها في هذه الوصفة، يعني أنا يعني على ضمانتي. من بعد راح تزيدي تجيبي حبة الحلاوة ولا اليانسون، تاني تطحنيها في آلة طحن. البهارات نحتاجوها تكون مطحونة بودرة، يعني يانسون مطحونة بودرة اللي هي حبة الحلاوة. راح ديري تاني قيس ملعقتين كبار إذا درتي كمية كبيرة. إذا درتي كمية صغيرة ديري ملعقة كبيرة تاع يعني حبة حلاوة مطحونة. الحلاوة أيضا جد مفيدة لتهدئة القولون. على بها هذه الوصفة ما راح تأثر لكم على القولون، بالعكس مفيدة، لأنه كما قلت لكم هي تعمل على تهدئة القولون، وفي نفس الوقت ثاني تعاون على التسمين، وثاني تهدأ من الأعصاب. يعني إذا كنتي مقلقة على بها لازم تزيدوها في هذه الوصفة. شوفوا من بعد راح تخلطوا كاع المكونات كما راني نخلط. من بعد راح تزيدي ملعقه تاع زبده تكون دايبه، زبده هكا شويه، دوبيها غير شويه وتخلطي باش يسهل عليكي تشكلي كويرات، كريات يعني التسمين. تقدري ديري اي نوع تاع زبده، لكن من الافضل يعني تكون زبده طبيعيه، هي يعني من الافضل. انا ما كانش عندي درت هذيك، وراح تبدي تخلطي هكذا. هاد الوصفة تعمل على زيادة الوزن، يعني مستحيل ما تسمنيش بها، بزاف بزاف إفيكاس في علاج النحافة والتسمين. المكونات كاع اللي فيها تنفع وتسمن وتفتح الشهية، تخلصك ثاني ملانيمي. يعني أيضا إذا كان عندك تعب إرهاق، يعني هذه الوصفة فيها مكونات وفيتامينات مفيدة للجسم، مفيدة يعني للصحة تاعكم، مفيدة للمرضعات، حتى الصغار تقدروا ديروها لهم، طبيعية آمنة. ننصحكم كاع تجربوها بلا ما تخافوا، بالعكس يعني راح تنفعكم بزاف بزاف. المهم انا بعد ما خلطت حتى يعني تحصلوا على هكا عجينه متماسكه، جبت هذا نواه كوكو، باللغه العربيه يقولوا له جوز الهند مبشور. تقدري يعني تزينيها يعني تقدري ديري تزينيها بالسمسم ولا بالمكسرات مطحونه ولا بالكاكاو. يعني انا راح نزينها بعد نواه كوكو. راح نشكل كويرات بهذا الشكل.
وفي هاد الوصفة تاني تقدروا تزيدوا الانجبار ولا البشنة، ولا الانجبار ولا البشنة ولا حبوب الدرع يقولوا لها باللغة العربية. تاني تقدروا تحمصوها وتطحنوها وتزيدوها تاني، تعمل على زيادة الوزن. تقدروا تزيدوا حبل عزيز، تقدروا تزيدوا روينة ولا زميطة، يعني قيس كمية يعني ملعقتين كبار ولا 3 ملاعق كبيرة. المهم أي مكون عندكم يعمل على زيادة الوزن تقدروا تزيدوه في هذه الوصفة. فقط حاولوا ديروا المكونات اللي درتها أنا وتزيدوا، إذا بغيتوا زيدوا. أما بالنسبة يعني للمكسرات، إذا كان عندكم ديروا، ما كانش عندكم كما قلت لكم في بداية الفيديو ديروا كوكا ويكون محمص مطحون، اللي هو فول السوداني محمص مطحون. هنا أنا شوفوا بعد ما راني نشكل الكريات عفوا بهذا الشكل، طريقة كيفاش راح تاكلوها في الأيام العادية. شوفوا بالنسبة للأيام العادية تاكلي من الأفضل تاكلي في اليوم حوالي 7 حبات، ومن الافضل تاني ما تاكلهاش وحدها، لازم تفوتيها بالحليب يكون كامل الدسم ولا باللبن، يعني حليب ولا لبن. اذا ما قدرتيش فوتيها بالماء. المهم بالنسبة يعني في الأيام العادية قلت لكم تقدروا تاكلوها في الصباح يعني 3 حبات، وبعد الغداء 2 حبات، وفي الليل تاني تقدروا تاكلوا واحد 2 حبات ولا 3 حبات. أما بالنسبة وتاكلوها بعد الأكل أكيد مع كاس حليب. أما بالنسبة في رمضان إن شاء الله كولي واحد 3 حبات في الفطور مع كاس حليب، وعاودي كولي في السحور واحد 5 حبات مع كاس حليب. المهم صنعوا كمية كبيرة واحتفظوا بها في هكا علبة عادية، يعني علبة تاع بلاستيك عادي، وغطوها يعني غلقوا عليها وخلوها في الثلاجة. فقط حاولوا تصنعوا كمية تكفيكم مدة 5 أيام حتى الأسبوع هكذا باش ما تفسدش، وكل أسبوع عاودي صنعي كمية. الوصفة بزاف هايلة، راح تردي عليها صحتك، تسمنك، تفتح لك الشهية عندها يعني إذا كنتي مرضعة تزيدك من إضرار الحليب رائعة، خاصة إذا شربتيها بالحليب راح يعني تعطيك نتيجة جد سريعة. من أول أسبوع تلاحظي الفرق، لأنه الحليب تاني يسمن وينفع ويعمل على زيادة الوزن. الحليب ولا لحظة تاني لحظة بزاف مليحة، تقدري تصنعي وتخلطي لحظة وحدك وتشربيها تاني، تعمل على زيادة الوزن مع هاد الكريات التسمين أو كريات الطاقة. تقدري تاني تشربوهم مع حليب شوكو ولا كاندي شوكو تاني تجي، يعني راح يجيك المشروب بنين مع كريات التسمين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بالنسبه لتسمين المناطق الانثويه راح نعطيكم حيله. شوفوا راح تجيبوا زيت السمسم وتدهنوا به المناطق اللي راكم حابينها تسمن. يعني مثلا راكي باغيه تسمني الجزء السفلي، راح تجيبي زيت السمسم من العطار ولا العشب وتدهني به الجزء السفلي، يعني تدهني مليح، ديري به مساج يوميا قبل النوم، وتاكلي هاد الكريات. بعد اسبوع او اسبوعين راح تبدي تلاحظي الفرق، راح تسمن لك المنطقه اللي دهنتيها بزيت السمسم، لانه هي اللي حفزتيها باش تسمن. والسعرات الحراريه راح تتخزن تاني وين درتي الزيت السمسم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحيله. اذا عجبكم الفيديو بارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وشجعوا. مع السلامه.